السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شكرا لكم على الدعم والكومنتيرات اللي كتخليو. شكرا للأوفياء للقناة اللي ديما كيتصنتو لينا، ومرحبا بالناس الجداد. العائلة غادية وكتكبر، ونتمنى نوصلو ل100,000. علاش لا؟ بلا ما نطول عليكم خليونا نبداو. مشينا. حتى واحد ما كيختار والديه، وحتى واحد ما كيختار فين يتزاد ولا فين يكبر. كاين اللي تزادو مع القذاب فمو، وكاين اللي تقاتلو حط الدم جوفو باش قدر يوصل ليها. كاين اللي عنده بزاف الفلوس وخرجوا ليه ولادو من الجنب كيديروا غير المصايب وجابوا ليه التمام، وكاين اللي ما فحالوش ولادو مرضيين قدروا يهزوا والديهم ووصلوا لشي حاجه زوينه. سميتي علاء، وهذه هي قصتي. تزاديت في عائله ميسوره بزاف، عائله اللي اقل حاجه تقول عليها مرفحه. عندنا الشركات، الديور، الفيرمات، الاراضي، الخير اللي يكفينا ويكفي ولادنا. من صغري وانا كلشي موفر ليا، الفلوس، الحوايج اللي حليت عليها فمي كتحضر. كاين اللي غايقول لي سعداتك، ولكن مع الوقت كتمل وكيولي يجيك هادشي عادي. والديا كانوا ناس في شكل، بلا ما نحتاج نوصف لكم الناس اللي كيكونوا لاباس عليهم كيفاش كيعيشوا. اهم حاجه عندهم هي السمعه. داكشي علاش ديما كيوصيوني انا وخواتاتي باش نحافظوا على ديك الصوره اللي راسمينها علينا الناس واللي عاطينها للمجتمع. اختي الكبيره سميتها لمياء. هذه اختي من مرات الوالد الاولى اللي ماتت، كانت قريبه للوالد بزاف وقاصحه في حاله. اختي الصغيره دنيا اللي درويشه ويقدر اي واحد يضحك عليها. كانت اختي شقيقتي من امي وبا. انا كنت ولد داصر بزاف، كنتعامل مع الناس اللي خدامين عندنا باحتقار، داك النوع اللي عاجبني راسي وعاجبيني فلوسي والمكانه الاجتماعيه ديالي، لدرجه وليت كنشرب وكنكمي منين كانت عندي 15 عام. بديت الادمان ديالي في سن صغير، ومنين كانت عندي 15 كنت كنبان كبير بحال عندي 18. كانت كتخدم معنا واحد اختنا مازال صغيره، داروا فيها الخير والديا حيت ما عندها حد، كتخدم وكتقرا في نفس الوقت. وعلى ما عرفت هي بنت العروبيه، كانت زوينه بزاف وعجباتني من اول مره شفتها. بقيت كندور بها حتى طاحت فيا ولات كتبغيني، خلاتني كنقرب ليها. ديك الليله درت معاها نجي لعندها لبيتها على اساس غير نجلسو بوحدنا ونهضروا وناخدو راحتنا بلا ما يشوفنا حد، وهي بطبيعه الحال تاقت فيا. تقربت منها ومن بعد ما ساليت بقات كتبكي، ولكن قلت ليها بلي غنتزوج بها وما غنسمحش فيها. هاد الهضره بطبيعه الحال غير باش نخليها تثق فيا. الليله الرابعه بالضبط حصلني الوالد في بيتها وتعصب عليا بزاف، ما قدرت تقول لهم والو حيت هددتها. صيفطها هي بحالها وصيفطني انا الميريكان باش نكمل قرايتي تماك. عيات الوالده ما طلب فيه ولكن ما بغاش. مشيت لتماك، في الاول ما عجبنيش الحال، ولكن من بعد درت الصحاب وعاد وليت زايد فيه. عطاه غير الزهو والنشاط والقرايه والو. كنت كنجح غير بسبب الفلوس اللي كيحطهم عليا الوالد. حتى خديت الليسانس ديالي، وفي داك النهار بالضبط سمعت الدقان. غادي كانت مختار في الشقه ديالي ضارب البينوار وكاس القهوه في يدي. حليت الباب لقيتو واحد خونا تكون عنده شي 36 عام، كيبان صعيب وعنده غير نيشان، لابس زوين وحاط يد على يد. بقيت كنطلع وكنهبط فيه، قلت ليه شكون انت؟ قال لي السي علاء، انا شرف مساعد ديالك الجديد، صيفطني استعمال الوالد ديالك. ما خليتوش يكمل هضرته وقلت ليه انا ما خصني مساعد، سير رجع في حالك. سديت عليه الباب وعاود دق، حليت ليه قلت ليه واش ما كتفهمش؟ خلاني داوي ودخل. قال لي اسمح لي انا كنفذ غير الاوامر، الا بغيتي عيط لباك وطلب منه هادشي. قلت ليه اولا دخل عليا بلا ما نقول لك دخل، ثاني حاجه انا والوالد بحال بحال، ما تنساش بلي انا ولدو وخاصك دير كاع داكشي اللي كنقول لك. قال لي اسمح لي. جبت التليفون وصونا ليه، جاوبو قال لي سيدي انا وصلت لعند السي علاء. قال لي واخا عطيني ندوي معاه. قرب لي التليفون. الوالد من نهار اللي درت ديك الزبله هو حاقد عليا، كيدوي معايا بالقياس، ومنين كتجي الوالده واختي يشوفوني ما كيجيش معاهم، يعني كثر من 7 سنين ما شفت الوالد. قال لي علاء
شرف ابتداء من اليوم غيكون معاك، غيعاونك ويقابلك بيد ما تاخد الماستر ديالك وترجع للمغرب. قلت ليه الوالد واش كتفلى عليا؟ انا دابا كبرت وقاد براسي. قال لي راني عارف كيفاش دوزتي هاد السنين تماك، اخبارك كتوصلني، شوهتيني وشوهتي بسمعة العائله، ريحتك عطات. سمعتيني دابا غدير داكشي اللي كنقول لك ولا غنحيد لك الفلوس كامله؟ نهدت وقلت ليه واخا الوالد. رميت التليفون لخونا قلت ليه اسمعني، غتبقى دير داكشي اللي كنقول لك، ممنوع تبقى معايا في الدار وما تجي لعندي حتى نعيط لك انا، واي حاجه بغيتي توصلها للوالد غادي تشاور معايا فيها. قال لي اسمح لي ولكن انا جيت لهنا باش نعاونك تبدل. بقيت كنضحك وقلت ليه من نيتك انت غتوريني كيفاش خاصني نكون؟ خرجت البنت اللي كانت بايته معايا ديك الليله قالت لي علاء فين مشيتي وخليتيني بوحدي؟ قلت لها لبسي حوايجك وسيري من هنا. شفت في شرف اللي كان راجل عاطل العين وعنده كاريزما. بقات حاضيه قلت لها يلا سمعي الهضره. مشات داغي لبسات وخرجات. قلت ليه واش اختاريتي لوطيل اللي غتبقى تبات فيه ولا شي دار الكرا؟ قال لي ما كاينلاش غنبقى ساكن معاك هنايا. قلت ليه وانا معصب واش من نيتك؟ ما غتبقاش في هاد الدار ودابا نيت غتخرج عليا. قال لي اسمح لي يا سيدي انا ما نقدرش، راني قلت لك كنفذ غير الاوامر. بان ليا بلي هاد خونا غيعصبني. اتصلت بيا الوالده قالت لي يا ولدي انا واختك دنيا غنجيو لعندك غدا، صافي هادشي اللي بقى ناقص. كل عطله كيجيو لعندي وكيحرموها عليا، واخا الوالده كانت كتجي مني بزاف وكتخليني ندير اللي بغيت. ضروري نلقى ليهم شي سبه باش نهرب من هنايا وناخد راحتي. ما علينا، مشيت دخلت دوشت وخرجت لقيت خونا في الكوزينه كيوجد الفطور. واش الوالده صيفط ليا مساعد ولا خدامه؟ بعدا كون صيفط غير شي بنت. لبست وخرجت لقيتو حاط الفطور فوق الطبله وحاط حتى راسو. واش هذا من نيتو؟ جلست وقلت ليه اش هاد ساره، واش غتولي تجلس معايا في الطبله وتاكل معايا؟ ياك ما حيت صيفطك الوالد يحسب ليك غتولي صاحبي. الا عيطت ليه وقلت ليه هادشي غيتعصب عليك. قال لي حاجه واش ندير شي حاجه اللي تقلق السي عثمان؟ قول علاء وقول لي كيف جاك الطياب. بديت كنقصي صراحه توحشت الماكله ديال الدار، ولكن خاصني نلقى شي حل اللي يخليني نتفك من هاد خونا. كملت مشى هو جمع داكشي، لبست الحوايج الخروج وتميت غادي حتى حسيت بيه تابعني. قلت ليه واش غتبقى تابعني؟ قال لي عافاك ما بغيتش نسبب ليك شي احراج ولكن هادو هما الاوامر ديال باك. خرجت وانا معصب، طلعت في الطوموبيل قال لي الا سمحتي بغيت نسوق انا. ما جاتش انت السوق وانا كاين. نزلت وانا صابر غير بزز. طلعت اللور وقلت ليه انت ما عارفش الطريق في هاد المدينه؟ قال لي لا راني عارف كنت عايش هنا ورجعت للمغرب غير هادي 4 سنين، حافظ الولايه قنت بقنت. فين تبغي نمشيو؟ قلت ليه لعند صاحبي للكلوب. قال لي من الاحسن ما تشربش على الصباح، اللي في السن ديالك في هاد الوقت كيمشيو يديروا السبور. قلت ليه وانت مالك واش غتدخل ليا في حياتي؟ ديمارا وداني لواحد الجيم. قال لي هذا احسن جيم في البلاد كامله ومتاكد باللي غيعجبك. قلت ليه نزلت انا وياه. شنقص عليه وقلت ليه شنو غيوقع الا ضربتك؟ ما تقدر دير والو، عرفتي علاش؟ حيت انت غير خدام عندنا. جمعت يدي وعطيتو اللوجه. بقيت كنضحك وقلت ليه يلا وريني شنو غدير. عيط للوالد شكي ليه. الواليه يدي حتى لصقت مع الطوموبيل، كان صحيح بزاف وقال لي السي علاء ما تخلينيش ندير في يدي، انا مقدر الظروف اللي كدوز منا وكنحاول ما امكن نكون ظريف معاك، ما تخلينيش نوريك وجهي الاخر حيت ما غيعجبكش. صدمني وقلت ليه واش انت مريض؟ ما عرفش شكون انا. قال لي لا عارف مزيان انت ولد الفشوش وداصر وخاصك اللي يعاود لك الترابي، كيحسب لك الناس كاملين خدامين عندك، انت اللي واعر وكلشي زبل ياك. عييت ما ندفع فيه والو، كان صحيح عليا. قال لي شفتي ما قدرتيش حتى تدافع على راسك، داكشي علاش خاصك تولي تريني. طلق ليا من يدي، كنحس بها كضرني بزاف. قلت لي غندمك على هادشي اللي درتي. قال لي تفضل. دخلت لداك الجيم، كان كبير وواعر، كنشوف الدراري والبنات كيترينيو. ديك البنت شافتني ضاغط. ما نعاودش لكم كيف كنت دري زوين، الحروف ديالي كحلين وبيض واللحيه والشعر كلشي فيا زوين. الفلوس كيخليوك تهلا في راسك وتولي واعر. بقات كتعوج عليا، شافت شرف بدلت الراي ديالها. ولد العبد كانت عنده واحد الشخصيه واعره، غيبقى معايا غيطير ليا كاع البنات اللي كنعرف، ولكن مزيان هادشي غيعاوني باش نجري عليه داغي. قال لي عافاك بغينا نتقيدو بجوج.
قلت ليه واش منيتك باغي تقيد معايا؟ قال لي انا الرياضه عندي مهمه بزاف ونيت نعاونك باش تدرب. ما عجبنيش الحال. علاش كيقول لي هاد الهضره قدام ديك البنت؟ قلت ليه ما عنديش حوايج ديال السبور، جيت بحوايجي العاديين، سير جيب لي الحوايج. قال لي هنا كيتباعوا حوايج د الرياضه، تقدر تختار اللبسه اللي عندهم. ياك انيسه؟ قالت لي عندنا الحوايج والكاليتي مزيانه، داكشي اوريجينال. قال لي تقدري توريهم لينا؟ قالت لي واخا مرحبا سيدي تفضلوا معايا. مشينا معاها كنشوفو، اختاريت واحد اللبسه ومشيت لبستها. لقيت شرف واقف كيتسناني. طلعنا الفوق قال لي خاصك تسخن بعدا، جري شويه عاد رجع لعندي، الناس حاضينا. قلت لي راك زدتي فيه واش باغي تحكم فيا؟ قال لي الوقت كيدوز والنهار كيضيع، ما غنخرجوا من هنا حتى غتريني. مشيت كنجري، خاصني نفكر فشي حاجه اللي تخلي هاد خونا يمشي فحالو. ما يمكنش ندوز عامين معاه، عقلي غادي يخرج. جريت حتى عييت ورجعت لعندو. قال لي غير رجعتي ما كامله حتى 5 دقائق، خاصك تسخن مزيان. قلت لي شرف راني عييت ما موالفش نتريني. قال لي واخا معليش اجي جلس هنا غتريني الكتاف، بانوا لي كتافك ناقصين بزاف. قلت لي شحال من بنت دوزت ما كايناش شي وحده اللي قالت لي هاد الهضره. قال لي انا ما كندويش على البنات، خاصك تفكر في صحتك، ما تخلينيش نزيد معاك الهضره. ترينيت وحسيت بكتافي غيتقطعوا، دوشت بدلت حوايجي وخرجت. كان هو باقي كيدوش. مشيت كنقلب على شي وحده، بانت ليا بنت داخله، عطيتها الفلوس وقلت ليها اجي معايا، هي عجبها الحال. دخلتها لداك الدوش ودفعتها للبلاصه اللي كاين فيها شرف. ما كاملاش حتى 10 ثواني خرجت كتجري وكتغوت. هادي مالها؟ خرج هو وقال لي كملتي يا علاء؟ يلا خلينا نمشيو. تعصبت وخرجت. تحركنا للدار، دوزت داك النهار مكفس معاه، ما خلاني نخرج نسهر، ما خلاني نجيب صاحبتي للدار. واش هادي عقوبه ولا شنو؟